اهلا بيكم. الفيديو ده استكمال للفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كان شرح لمنطقة حدائق الاهرام بجولة على الطبيعة. لفينا في الشوارع الرئيسية وفي شارع جانبي وشفنا الخدمات والمداخل والبوابات الموجودة في حدائق الاهرام، وقلنا ان احنا هنشرح على الخريطة منطقة حدائق الاهرام بالتفصيل. الفيديو ده استكمال للفيديو اللي فات اللي كان طويل، وانا اسف ان هو كان طويل، لكن حاولت على قد ما اقدر اقول فيه تفاصيل تكون واضحة. نشوف المقدمة ونتابع مع بعض فيديو عن حدائق الأهرام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفيديو اللي فات الفيديو كان طويل شوية، فما قدرناش نكمل فيديو يطول عن 30 دقيقة يعني. فالمرة دي أنا هعمل لكم فيديو شرح بالقمر الصناعي لمنطقة حدائق الأهرام. زي ما انتم شايفين دي خريطة مصر. لو جينا زومنا كده على منطقة القاهرة اهيت، دي طبعا القاهرة، هنلاقي هنا منطقة حدائق الأهرام اهيت، هي الزون دي كده منطقة حدائق الأهرام. هنلاقي كده الأهرامات في المنطقة دي، ودي منطقة أكتوبر الشيخ زايد، وعندنا هنا الفردوس ودريم لاند والمناطق دي. في نيو جيزة هنا برضو، وهنا منطقة الجيزة إمبابة وأشتيل والمناطق دي. طيب نلاقي هنا منطقة حدائق الأهرام هي الزون دي كلها زي ما احنا شفنا وهنشوف دلوقتي. نزوم كمان. طيب حدائق الأهرام زي ما احنا شايفين موضوع بسيط خالص، هي مستطيلة شوية. زي ما قلنا في عندهم في موجود 6 بوابات. دي البوابة الأولى. هنا ميدان الرماية اهوت، لو انت جاي في الاتجاه ده على طريق الفيوم، ده طريق الفيوم بيوصل هنا للطريق السياحي، ده الطريق السياحي اللي عملنا عليه فيديوهات قبل كده، وبيوصلك لطريق الواحات اللي انا ماشي عليه دلوقتي اللي بيكمل كده، دي حي الأشجار. وفي هنا منطقة حدائق أكتوبر. طيب نيجي نقول البوابات حدائق الاهرام عامله ازاي. لو انت جاي من ميدان الرمايه هيقابلك اول بوابه، هي دي البوابه الاولى واللي بتودي على شارع الثروه المعدنيه اللي قلنا عليها. ومبدئيا كده نقول ان ده شارع الضغط. بصوا يا جماعه، هو بالطول ده كده قاطع حدائق الاهرام من اولها لاخرها. طيب بوابه 2 بتكون البوابه الثانيه الجديده، بتكون بعد البوابه الاولى مفيش يعني، حاجه بسيطه خالص اهوت. نمسح دي برضو عشان يبان معانا. هنلاقي البوابة التانية القديمة في الحتة دي. البوابة التانية القديمة للأسف الفيديو ما قدرتش أكمل أو ما بانش في الصور منطقة النادي. البوابة التانية الجديدة بتوصل هنا، دي منطقة النادي. النادي كبير وكويس، وفي حمام سباحة وفي نادي اجتماعي وملاعب وقصة كبيرة. جنبها على طول في منطقة المول، هنزوم عليهم دلوقتي بس ناخد البوابات الأول. بعد كده بيقابلك البوابة الثانية القديمة، هي دي برضو بتوصل للضغط زي ما اتفقنا. وبعد كده في منطقة في البوابة الثالثة أو خفرع بيسموها، ده كده على طريق الفيوم. نيجي هنا نلاقي في بوابة تانية اسمها بوابة حورس، وهنا بوابة الجيش. كده عندنا 6 بوابات زي ما اتفقنا، أولى وثانية وثالثة وثانية جديدة وحورس وبوابة مينا. طيب نيجي برضو نشوف المناطق اللي احنا دخلنا فيها. احنا بدأنا الفيديو من بوابة الجيش كده، مشينا في شارع الجيش، ودي الحتة اللي فيها التبة اللي قلنا عليها، بتبص على المنطقة دي ومنطقة عالية قوي. ونزلنا كده في الشارع ده ومشيت شوية، مشينا في الثروة المعدنية، خرجنا من البوابة الأولى ورجعنا دخلنا من البوابة الثانية الجديدة. وللأسف رحت الفيديو اتقطع في الحتة دي، وخرجنا من البوابة الثانية القديمة بالشكل ده، مشينا دخلنا من البوابة الثالثة، وبعدين مشيت في شارع الضغط بالشكل ده، مشيت في شارع الخزان، وبعدين دخلت من شارع حورس ورجعت كده، ورجعنا دخلنا من شارع الجيش، ودخلنا في أول شارع على اليمين كده، وقطعنا شارع جانبي. خدنا الحتة دي اللي فيها شارع جانبي عشان نوصل لشارع الخزان تاني، ده ببساطة. نيجي نزوم شوية كمان نشوف النادي والمول. ده كده النادي والمول ظاهرين خالص في الخريطة. ده منطقة النادي وده المول يا جماعة. المول طبعا فيه ماك وفيه KFC وفيه مطاعم حلويات، فيه محلات ملابس محترمة كويسة أوي، في منطقة ألعاب الأطفال تحت. يعني المول خروجة كويسة، وموجود في مطاعم زي أسماك وادي النيل، في عز المنوفي،
في تقريبا قصر السمان، في النصر بتاع الملابس، في توكيل اديداس تقريبا كمان. يعني لا، المول حاجه محترمه، والنادي زي ما انتم شايفين برضو كويس. ولو لو ركزنا على المناطق هتلاقي في منطقه خدمات هنا، دي المفروض هيتبني فيها مولات بعد كده، دي منطقه خدمات. جوه المناطق هتلاقي دايما في آه هتلاقي دايما في يعني مناطق خدمات تتعمل بعد كده يعني جوه كل منطقه. ده ببساطه خالص الشرح على الخريطه لمنطقه حدائق الاهرام. لو زودنا تاني، يعني لو رجعنا تاني، انا ممكن اقول لكم دي برضو منطقه زين اللي انا كنت شاورت عليها وقلت ان هي منطقه هاديه خالص. دي من اهدى المناطق في حدائق الاهرام. البوابه الاولى هتلاقي فيها مناطق، هنا الف وب تقريبا، وهنا جيم ودال. ودايما هتلاقي فيه شوارع ال20 اللي قلنا عليها، بغض النظر عن هي بوابه ولا لا. يعني دي بوابه من البوابات اللي هي البوابه الثانيه الجديده، ودي بوابه ثانيه اهيت وصلوا لحد شارع الجيش. ونيجي كمان قدام كده هنشوف المنطقه اللي تحت. انا عندي طبعا الناس اللي بتحب الزحمه دايما هتلاقي في البوابه الاولى والثانيه الجديده. الناس اللي بتحب الهدوء هتلاقيها دايما البوابات دي. المنطقه دي يا جماعه كلها منطقه هاديه وكويسه جدا للسكن، ولسه ما اتزحمتش قوي بما فيها المناطق دي. هنا تقريبا منطقه صاد، هنا منطقه لا دي منطقه صاد، ودي منطقه سين، وهنا منطقه عين، ودي نون تقريبا، وهنا انا مش فاكر مناطق كويس، بس دي منطقه نون مكمله برضو. زي ما قلنا في مدارس، حوالي 8 مدارس خاصه موجوده في جوه الحدائق، واسعارها بتعدي 30,000 و 40,000 للمرحله الابتدائيه. موجود طبعا في غير المول في منطقه فيها تقريبا هي فنون، نشوفها برضو مع بعض. منطقه خدمات فنون فيها خير زمان، نلاقي في المنطقه دي كده مول كده او خير زمان، وفي مدرسه جنبه على طول، دي في منطقه نون يعني. وفي هنا مدرسه كمان اسمها ايجيبت سكول. في يعني كذا مدرسه، وغير المول في خير زمان. وفي طبعا في سلسله بتاع سوبر ماركت اسمها اكسبشن موجوده برضو في الحدائق، حلواني وفي نفس الوقت برضو سوبر ماركت. وفي مطاعم زي المنوفي الكبابجي، في كرم الشام، في كذا مطعم منتشرين في الحدائق. الخدمات كويسه جدا جدا في الحدائق، هتلاقي اي حاجه هتفكر فيها هتلاقيها موجوده كمطاعم. ده غير الكافيهات اللي موجوده. نشوف برضه كافيهات كده ظاهره معانا على الضغط. لا لما نزود الضغط من اول البوابه الثالثه، لما نمشي عليه عرضه يمكن 50 متر، وهو مستغل من تحت مطاعم زي ما انتم شايف بتاع كافيهات. انا اسف، هتلاقي دايما في كافيه تحت العمارة اللي بتبص على الشارع، وهنا ده مثلا كافيه، ده كافيه يعني ده موجود تحت الضغط في المنطقة بطول الشارع يعني. نيجي برضو على اليمين كده هنلاقي هنا دي البنزينة اللي انا قلت عليها جنب البوابة الثالثة، وفي ملاعب جنبها برضو فيها مدرسة كورة. ولو رحنا في الجنب التاني هنلاقي عند البوابة الرابعة دي البنزينة اللي بنقول عليها. هتلاقي برضو هنا مجموعة البنزينة ومجموعة مطاعم. هنا بازوكا، وهنا في دومنس بيتزا، وفي ماك، في أسماك وادي النيل، دانكن، شاورما الريم. وفي منطقة خدمات ورا كده، كاوتش ومغسلة سيارات وحاجات من دي، وبيتبني فيها توسعات، وبقت الحقيقة الإشغال بقى فيها عالي جدا. دي جنب البوابة الرابعة لحدائق الأهرام. حدائق الأهرام منطقة كويسة وجميلة حلوة للمعيشة، ومنطقة استراتيجية زي ما قلنا، مكانها استراتيجي جدا. جينا نشاور على المناطق المحيطة، هتلاقي هنا ده الطريق السياحي، ده اللي بيوديك على المنيب والطريق الدائري، ده طريق الواحات اللي بيوديك على أكتوبر. هنا دريم بارك وجنبها دريم لاند، وهنا الفردوس، هنا حي الأشجار، وده مدخل حدائق أكتوبر. ده ميدان الرماية، مساكن الرماية. وطبعا ده طريق الفيوم، قريبة جدا طبعا من شارع الهرم. لو جينا نبص هنلاقي ان ده شارع الهرم اهوت، في شارع فيصل برضو في الموازي هنا. ويعني المنطقة جميلة جدا. الدائري بيلف برضو كده من هنا اهوت، ده الدائري يلف كده وينزل، وده الطريق اللي بيودي على حازم حسن. منطقة ماونتن فيو، ده ماونتن فيو بارك.
طبعا المتحف المصري في الحتة دي، ده المتحف المصري اللي إن شاء الله هيفتتح قريب، وهيتربط جسر بين المتحف وبين الأهرامات بالشكل ده. منطقة جميلة للمعيشة، ويعني مكان كويس للمعيشة. أتمنى يكون الشرح واضح، وآسف لو في حاجة ما ظهرتش في الفيديو، وأشوفكم على خير إن شاء الله.